سريعا الى ملعب محمد حمراوي في قسنطينة. الحضور الاول الرسمي للمنتخب المغربي في كاس افريقيا اقل من 17 سنه. وذكر هذه البطوله مؤهله رسميا الى كاس العالم لهذه فيها اقل من 17 سنه. الفيفا سحبت التنظيم من البيرو في انتظار البلد الذي سيعوض البنوات في المنتخب المغربي الذي ظهر بشكل هناك في الامارات. بينما انطلاقه اولى للمنتخب المغربي من الجهه اليسرى في عرضيه والركنيه الاولى لاشبالي الاطلس. الركنيه الاولى معلي في تنفيذ هذه الركنيه وبالراس ولا زالت خطيره وامكانيه الجول الاول. لكن هناك ينسان هنا فرق السرعه يا ادم يا بوفاندر في التصفيات الخاصه بمنطقه شمال افريقيا. يعبد الطريق للكان منتخب زامبيا قبل حين نيجيريا 1-0 للنسور الخضراء على حساب منتخب الرصاصات النحاسيه منتخب زامبيا. اذا نيجيريا حسابيا تتصدر مؤقتا داخل المنطقه. ترفع دي الكره في القائم الاول ولدينا الركنيه الثانيه. نعم الركنيه الثانيه لمنتخب المغربي. سيسيرو او المعالي يلعبها قصيره 1-2 لم تكتمل هذه الهجمه. اسماعيل وحذاري من التسديد. هنا الكره العرضيه بعيده تماما. الكره بعيده تماما تخرج مباشره وانفاس بكاس افريقيا للناشئين. هنا التسديده والطابن غوزيل في المتابعه. جنوب افريقيا هذا المنتخب مشاهدينا الكرام يبقى افضل انجاز. انطلاقه من الجهه اليمنى للمنتخب جنوب افريقيا. التسديده ولكن بعيده عن مرمى. طابن غوزيل تخرج الى ضربه مرمى. التاريخ يقول بأن منتهى الدفاع يبعد الخطورة. لازالت هنا مغربية. التسديد حل من الحلول ولكن كرة مرت جانبا. الكرة مرت جانبيا. الأسبوعية الرأسية بعد ذلك لازالت مغربية. وهنا لمسة فنية ولكن الكرة بعيدة. هنا بعيدة هذه الكرة بعيدة هذه الكرة. شوف الإعادة مرة أخرى. هذه الرأسية الماضية فكرة ممتازة لآدم بوفندار. آدم يا آدم يا آدم يا آدم العرضية وبالراس ولكن ينسان في المتابعة. ينسان يتابع هذه الكرة. 18 دقيقة. هذه محاولة أخرى لكن ممتاز ما قام بآدم. عبد الحميد معلي يرفع الكرة وبالراس. هنا بالراس العلاق لازالت في أرضية الميدان. إسماعيل في محاولة المراوغة لكن يتدخل هنا آدم الشكير في خطأ. نعم الخطأ يرتكب في هذه اللحظات. تكون امام زامبيا. تلعب هذه الكره لكن يمتاز بطول القامه. لذلك هنا لازمك لا قول المفاجات مشاهدينا الكرام. معناه غانا تغيب عن هذه المباراه. ونرجع لهذه الكره لعبد الحميد. عبد الحميد يسدد وينسان الى الركنيه الثالثه. هنا سدد عبد الحميد. توقعت بانه سيرفع الكره في اتجاه العلاوي. 14 سنه ستلعب هذه الركنيه في القائمه الثاني وبالراس ولكن هنا ما فيش تركيز. ليس هناك تركيز من الجهة اليسرى. هنا مراوغة كينيكي الثانية. هذه خطيرة برافو تعطي ولعب ما بينا خطيرة هذه. والمتابعة من طابن غوزيل لا مشاكل. يتابع هذه الكرة. هذه من الاخطاء في وسط الميدان. شوف ما بين كيف يمشي الكره الجانبيه مرفوعه داخل منطقه الجزاء. يرسل كره طوليه. حذاري من هذا الخطا. حذاري من انسلال. كره اماميه والمتابعه من طابن غوزيل يتابع هذه الكره. اذا بدا العد العكسي لنهايه هنا عبد الحميد ايت بودلال. عبد الحميد زكريا العلاوي. هنا الكره ترفع ولكن ينسان. هنا فرصتنا للتسجيل. هنا لم يتحكم فيها ينسان. وحذار من مرتدات منتخب جنوب افريقيا عن طريق لاعبي دوكونو. اذا عدنان الاحمر وكذلك محمد امين كوتي. الزواني لماذا تباطؤ يا الزواني وفي خطا. برافو جاب ضربه حره. هنا محمد الحموني ممتاز هذا اللاعب رغم انه مغربي الان مع البدائل ممكن يزداد الاصرار. وفي عرضيه ولعب البديل لسيا فالسلام لسيا بعيده. آدم الشكير. لمن يا آدم ويمشي لدفاعاتنا ويحاول يوصل لمرمى الحارس طابن غوزيل. كرة تخرج إلى التماس.
إذا رمية جانبية لما نشوف مسار لمنتخب جنوب افريقيا، ولكن سهلة تمشي مباشرة. كرة العلاوي 1 على 1، العلاوي يمشي، العلاوي ماذا أراد أن يفعل؟ المدافع الرينيكي انه يبعد الكرة، تمشي مرة أخرى الجهة اليسرى والدفاع يتدخل. الدفاعي عندك الحموني، عندك الحموني العرضية، وبعد ذلك الكرة تخرج مباشرة إلى رمية جانبية. ليس الحموني هذا، ممتازة، فيها عرضية فيها راسية. الدفاع يتدخل في نهاية المطاف. ممتاز المرور عبد الحميد وعدنان، مرفوعة في القائمة الثاني ولا زالت صعبة، ولكن فيها يانسين لقطة هنا كان ممكن الاستفادة منها. مرمى الحارس يانسين، انطلاقة ممتازة البينية، الفكرة ممتازة. 30 متر تسدد هذه الكرة، دفاع يتدخل. ميدان وصلت على الطرف الايسر او الى الدور الثاني، لكن الحمد لله تبديل في الخط الهجومي. اخر التوجيهات هنا تمشي ناحيه اللاعب محمد الحموني على الطرف الايسر، وعبد الحميد يتحصل على ضربه جزاء في هذه اللحظات. ركله جزاء يعلن عنها الحكم، لمسه يد جات الكره من عندك يا عبد الحميد يا المعالي. عبد الحميد المعالي في هذه الاثناء يصطاد ركله جزاء لفائده المنتخب المغربي. اذا من سيتكلم بالتنفيذ؟ هذه جاتنا في وقت ممتاز، هذه كرة وركلة جزاء جاتنا. الآن يتقدم 1-0. هكذا البدايات، هكذا الانطلاقة، هكذا الفرحة بالجول الأول. عبد الحميد أيت بوتيل، أكاديمية محمد السادس تقول كلمة في هذه اللحظات. 1-0 لأشبال الأطلس، 1-0 من علامات الجزاء. وأنا تكلمت عن أهمية اللقاء في أول حضور رسمي في كاني 17 سنة. على الجزاء في عرضية، والكرة بعد ذلك ينصر، والثاني جول. آدم حنين يسجل الهدف الثاني. حنين يا آدم، يا حنين في الكرة الماضية المسها بحنية. آدم حنين المس الكرة بحنية وهي تستقر في الشباك. 2-0 لأشبال الأطلس. هنا غلطة